وسائل الإعلام المختلفة مهمتها الأساسية هي نقل المعلومة بكل دقة وشفافية وتثقيف المجتمع وزيادة الوعي لدى الجماهير. وللتأكيد على المهام دي العاملين في المجال الإعلامي عملوا حاجة اسمها ميثاق الشرف الإعلامي منعا للانحراف بالوسيلة الإعلامية عن الهدف العظيم ده. في الفيديو ده هنحاول نعرف إمتى الوسيلة الإعلامية سواء مسموعة أو مرئية أو مقروءة بتتحول من دورها الأساسي كسبيل للوعي إلى أداة تستخدم في التضليل والتغييب والكذب على الناس ومحاولة خلق رأي عام بيخدم مصالح تيار معين. موقع ساسا بوست نشر مقال بيقول إن الإعلام بيستخدم 10 وسائل للتأثير على الجماهير وخداعهم. 1. تحفيز مشاعر الخوف والرعب لدى الجمهور. الدراسات بتقول إن الإنسان بيفقد القدرة على التفكير بعقلانية لما بيخضع لضغوط إنسانية أو عاطفية قوية، ساعتها بيقبل أي كمية من الأكاذيب والمبالغات بدون أي مقاومة أو حتى تفكير. عشان تتأكد من الكلام ده شوف كمية الأخبار اللي بتتكلم عن وجود مخاطر بتهدد بلدك وأمنك الشخصي وإن في إرهاب وخلوا بالكم من الأزمات الاقتصادية الطاحنة ومفيش إلى آخر هذه التهديدات. 2. الهجوم على الشخصيات والرموز بضراوة وعنف. أكيد هدم فكر معين أيا كان أو حتى محاربته بيحتاج وقت طويل جدا. الأسهل بقى هو ضرب التيار ده عن طريق التركيز على رموزه وتلفيق أكاذيب واتهامات وتشويه صورتهم قدام المجتمع. 3. التركيز على الأخطاء أو سياسة الضرب تحت الحزام. يعني نقدر نقول إنه ممكن يعتمد على تشويه صورة خصومه أو معارضيه بالكذب والتضليل أكتر ما يعمل دعاية لنفسه. 4. تزييف الحقائق التاريخية لتتوافق مع رغباتهم. للأسف مش كل الناس على دراية بالتاريخ كويس، وبكده ممكن تمرير رواية معينة بتخدم مصالح السلطة عن طريق تشويه تاريخ خصومهم. وطبعا المعلومة التاريخية دي هتكون مسلمة كحقيقة إذا كانت من شخص في موقع سلطة أو حد صاحب طلة إعلامية مميزة، ومحدش هيدور في التاريخ للأسف. 5. البلطجة الإعلامية. لما تلاقي قناة تتبنى فكر معين بتستضيف حد من فكر آخر معارض، اوعى تفكر ان ده عشان هم ديمقراطيين او الفكر والفكر الآخر والكلام ده. انت اصلا لو عايز تحاصر الفكر التاني اسهل وسيلة انك تتجاهله، لكنه استضاف الشخص المعارض ده علشان يطلعه بمظهر العاجز المدافع عن نفسه. ويا سلام بقى لو الضيف مش مستعد صح، اي مذيع نص موهوب ساعتها ممكن يقوم بالمهمة على احقر ما يكون. 6. الشعبوية. يعني ادعاء التوافق بين السلطة وبين الشعب وانهم ايد واحدة وان المعارضين دول شوية اعداء للشعب والوطن، يعني بيحطوهم في وش المدفع. 7. استدعاء افكار فاشية وتصنيف الناس على اساسها. الفكرة دي ممكن تكون الوطن مثلا، لان وسائل الاعلام ساعتها هتصور السلطة انها الحامي الوحيد للوطن، والا الوطن هيضيع. ساعتها اللي بيسقف للسلطة هيبقى هو الوطن الحقيقي، وطبعا المعارض هيكون ايه؟ طبعا هيكون ضد الوطن. 8. تكرار نفس الرسالة بشكل متتابع وفي اكثر من وسيلة. طبعا الكلام ده بصرف النظر عن مدى دقة ومصداقية الرسالة، بدليل ان حتى المثقفين في اي مجتمع بيصدقوا اساطير موروثة ممكن تكون غير منطقية بالمرة لمجرد تكرارها وتداولها. 9. التقليل من الجرعات الفكرية والعلمية لصالح ساعات الترفيه والمرح. طبعا الفضائيات اللي بتعمل كده هي البطلة في الموضوع ده عن طريق الإبهار والتقنية العالية اللي بتستخدم في برامج الترفيه والضحك، بينما الفضائيات المتخصصة في النواحي العلمية والثقافية والدينية والتاريخية الجادة مش بتجذب إلا فئة صغيرة جدا، يمكن يكونوا المتخصصين بس. 10. وآخر حاجة شيطنة الآخرين عن طريق أدلة جمعية وارتباطات غير منطقية. أي سلطة علشان تستمر لازم تصنع شيطان ليها، ويحاولوا بكل الطرق تطويع أي حدث لتشويه صورة المعارض وشيطانته. يعني لو حصلت خناقة مثلا في أي مكان وملهاش أي علاقة بالفصيل المعارض، ممكن يقولك ده ابن عم واحد من التيار المعارض، ده كان ساكن جنب أخو المتهم من 10 سنين مثلا، ده إذا ما كانتش الخناقة متفبركة أصلا. في الفيديو ده قدمنا لكم ال10 وسائل، لما توزن أي قناة فضائية أو وسيلة إعلامية عليها أعتقد ساعتها هتعرف الناس دي تبع مين وعاوزين إيه بالتحديد.